السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم هذه الوصفه تاع لي تارتولات قمه في البنه، بعجينه مقرمشه طريه ولا اروع، بواحد الكريمه. ان شاء الله الطريقه تعجبكم. شوفوا معايا كي جات مقرمشه طريه بالفواكه. ما نطولش عليكم، عندي 600 مليلتر تاع حليب اللي هي 3 كؤوس تاع 200 مليلتر. درتهم على النار يسخن الحليب. في كاسرونه اخرى درت حبه بيض، 2 ملاعق كبار تاع مايزينا، 4 ملاعق كبار تاع سكر. نخلطهم حتى ينسجموا، حتى يدوب السكر وين تحل المايزينا مع البيض. وكما شفتوا درت غير حبه، واللي ما يحبش البيض يعني في بلاصه البيض ديروا ربع كاس تاع حليب. تخلطوا بارد في بارد، من بعد ديروا هذا الحليب سخون. درت على 2 دفعات كما شفتوا مع التخلاط المستمر، ونعاودوا نردوه على النار حتى يتقال معنا الخليط. هنا من تقال معنا كما راكم تشوفوا درت لهم حوالي 2 ولا 3 ملاعق صغار تاع فانيليا بودره. عندي كذلك نصف ملعقه كبيره كما شفتوا تاع زبده. نخلطوهم حتى ينسجموا، نديرهم في بول، نغطيهم اون كونتاكت ونخلوهم يبردوا تماما. نخلوها كما قلت لكم تبرد على جهه. هنايا جبت ريسيبيون اخر، عندي 3 ملاعق كبار. انا الزبده اللي استعملتها هذه لابال، يعني تاع البلاد تاع الجزائر. الناس اللي متواجده هنا في فرنسا في لي مارشي ولا لي برو انتر. درت 3 ملاعق كما راكم تشوفوا، ماشي معمرين بزاف ولكن يعني موايا، حوالي 130 140 غرام هكذا. ولا درت 2 ملاعق كبار تاع سكر كلاصي مع 2 ملاعق كبار تاع مايزينا، بالميزان حوالي 50 غرام هكذا. ولا عندي نصف ملعقه كبيره ولا ملعقه صغيره ولا 2 تاع فانيليا بودره. عندي حبه تاع بيض كذلك. عندي 2 ملاعق كبار تاع زيت، درت غير 2 ملاعق. ما ننسوش رشه ملح، قرصه ملح. ونخلطوهم بالباتر ولا بالضرب اليدوي، ولكن ضربوهم مليح حتى ينسجموا، يعني كل شيء يتخلط. وهنايا من نساجمو كيما شفتوا صاي كملنا مع الباتر. درت كيما شفتوا نصف ملعقه صغيره حوالي غرام ولا 2 تاع خميره كيميائيه. عندي الكاس الاول تاع فرينه، الكاس الثاني الكاس المستعمل 200 مليلتر. غربلتهم، لازم تغربلوهم وتلموا العجينه تاعكم، ولا خص زيدوا بالملعقه ولا ملعقه كبيره ولا 2. ولا انا للامانه زدتها حوالي 2 هكذا ولا 2 ونص. بالميزان دات لي حوالي 250 260 غرام هكذا. ولا لميت العجينه كما راكم تشوفوا فيها طريه. نديرها في كيس بلاستيكي وندخلها للثلاجه ترتاح حوالي 20 دقيقه، ما تفوتوش هذيك الربع ساعه 20 دقيقه. ونجيبوا لي مول. انا عندي هادو لي مول، عندي 6 من هادو، وعندي مول كبير. عندي هادو تاع لي تارتولات وما تحتاجوا لا تدهنوهم لا والو، يعني نديروا فيهم ديريكت. وعندي هذا المول الكبير. ونبداو تدوا عينكم هي ميزانكم، ولا اللي عنده ميزان يبغي يوزن توزنوا، ديروا حوالي 40 غرام هكذا في الحبه ولا، وتحطوها في الوسط وتبداو تمشوا فيها وتدوروا في القالب تاعكم مع التدوار هكذا مستمر، وتبداو تمرسوا فيها حتى تخرج لكم الحاشيه. ما ترقوهاش، خلوها موايه، يعني 40 غرام في القالب تاع 8 غرامات ولا 8 سنتيمتر عفوا، يجيكم سوا كما راكم تشوفوا. غير بعيني هي ميزاني، يعني خرجوا لنا ولا اروع، حتى وتخرج لكم زياده ولا، يعني تنجموا تفوتوا بالسكين ولا. وكما قلت لكم ما ترقوهاش، ما تخلوش القالب تاعكم يبان.
من بعد يعني تخسر لكم الحبه وتكسر لكم وتنحرق كما نقولوا. من بعد الاطراف كما راكم تشوفوا ندرك عليهم نخرجهم، وهذه هي النتيجه يعني سهله. تدركوا وتدوروا، راكم تدوروا راكم تمشوا فيها غير بصبعكم كما راني ندير. حتى ولا خرجت لكم كما نقولوا، بغيت نبين لكم هكا، بغيت نخرجها من الحاشيه زعما يعني شويه كثير، نجيب سكين ونقلع كيما هكا. تقلعوها بسهوله وتسقدوها هكذا غير بشويه بصبعكم وتحطوها، راهي واجده معكم. كملتم كاع بنفس الطريقه. عندي العجينه المتبقيه درتها بين ورق الزبده، حليتها مليح يعني فتحتها حتى السمك تاع 3 4 ملم هكذا، ولا ما ترقواش حتى 3 4 يعني الماكسيموم على حسب الصينيه تاعكم. هذه هي، تقلعوا الورق وترفدوها وتقلبوها حتى ولا تكسرت لكم، حتى لا تكسرت كما انا كما وريت لكم يعني التكسار. تعاودوا ترقعوها عادي، تعاودوا تلموا وترقعوها وتدركوا عليها بيديكم تلصق مع بعضها. يعني قلت لكم هذه العجينه غادي تجيكم هشه، صدقوني هشه مقرمشه وطريه في نفس الوقت، الدوب ذوبان صدقوني انا وبهرتني النتيجه. من بعد كيما شفتوا هاني سقتها، جيبوا قارفو تقبوها مليح حتى الحواشي وتقبوها هذيك القنت يعني تاع الحاشيه وتقبوه. وما نحتاجوا لا ندخلها لا المجمد ولا الثلاجه لا والو، الفرن راه يسخن ديريكت على 180 درجه، دخلتها طيب ديريكت. هاي دخلت الكبيره وزدت لحقتها بالصغار، وهما لهنايا وجدوا داولي حوالي 25 حتى 30 دقيقه يعني حماروا لي مليح. وشوفوا النتيجه، ما حبطوا ما صغاروا ما تحركوش كاع، خلوهم على جهه يبردوا. هنايا عندي شويه تاع الفراز شاهدكم في الجنه ان شاء الله. هذا الفراز راه يغير. عندي 2 حبات موز وحبه تاع صونغيل اللي هي برتقال. جبت الكريمه ضربتها ضربه ولا زوج هكذا بالدراب الكهربائي باش تولي معايا كريميه. هنايا جبت بودره شونتي، هنايا على الاتراك لي برو انتر الشونتي هذه يعني تنباع عندهم تاع العلبه فيها حتى 150 غرام. ديت 3 ملاعق كبار. وهنايا نتوما تتحكموا في الكريمه تاعكم، الا بغيتوها يعني تجي قاضبه روحها قاصحه وكاع ديروا حوالي 4 ولا 5 ملاعق. ودرت حوالي نص كاس تاع حليب حوالي 100 مليلتر. نخلط هكذا بشويه بالدراب غير هكذا بلا ما نشعله باش يعني هذيك الغبره تاع البودره ما طيرش يعني حتى تخلط وتخلطوا حتى تطلع معكم. وكما قلت لكم لا بغيتوا يعني الكريمه تجيكم شاده روحها وكاع تكثروا شويه بودره شونتي يديروا 5 ولا في نص كاس تاع حليب. ولا بغيتوها كما انا هكذا بغيتها هكذا تجي كريميه درت غير 3 ملاعق كما شفتوا ونص كاس تاع حليب يعني حوالي 100 مليلتر. بعد جبت هذاك لي فراز الفراوله قطعتهم كامل لي طرونش كاع درتهم لي طرونش. وهذه الكميه للامانه يعني كانت عليا بزاف كثير، حتى كلاوها البنات كما هكذا يعني كانت بزاف يعني بقات لي منها يعني كاع زينت لي تارتوله تاوعي وبقات لي. عندي هذا الناباج تاع البلاد كذلك يعني غير ديسان اللي مشي تاع البلاد، ما هي كل شيء تاع البلاد. رشتهم مليح قبل ما ديروهم يعني في لي تارتولات باش ترشوهم هكا، ننصحكم هكا خير. عاود الموز كذلك بنفس الطريقه ونخليهم على جهه. نجيبوا لي تارتوله تاعنا شوفوا من يبردوا ينقلعوا بسهوله ما يتكسروا ما والو في نفس الوقت طريين. شوفوا معايا كي جاو ما تحركوش يعني كما قلت لكم ما دخلوا لا الثلاجه لا والو. العجينه ريحت من اول مره هذيك ربع ساعه ولا في الثلاجه مي كانت كومبلي. بعد ملي درتها ديريكت طيبتهم. بعد درت هذيك الكريمه في جيب حلواني كما قلت لكم وتبداو تزينوا. تبغوا تزينوا هذا التزيين هكذا تدور يعني عشوائي. بعد تزينوها زوفيزو لا كريم يعني ما عادش تبان بزاف، ولا ديروا هكذا هادو كدو الدموع هذا التزيين هذا راه معروف. انا جو بريفير هادو، انا زينت كاع كيما هكا.
ايوا تعمروهم كاع بنفس الطريقه. والكريمه انا بغيتها كيما هكا، كيما قلت لكم تبغوا تشدوها مليح زيدوا يعني غير البودره شونتيي زياده شويه، تولي معاكم متماسكه ما تتحركش، يعني دير لكم حتى البيك دوازو. ونجيبوا الفاكهه تاعنا وزينوا، التزيين لكم الاختيار، زينوا كيما حبيتوا يعني بالفاكهه اللي تكون متوفره عندكم. الله يحسن العون كل واحد، وكل شيء يعني متوفر عندكم. هنايا درت كيما شفتوا شويه موز شويه بانان، جبت كذلك الكبيره، كذلك عمرتها كيما عمرت لي تختولات الصغار. نكملها كاع هكذا بنفس الطريقه حتى نكمل كاع الكريمه، والكريمه يعني كفات ووفات. ونبداو نزينوا فيها كيما قلت لكم. الفراز هذا كفاني ووفاني، حتى البنات هكا قاعدوا ياكلوا فيه. بعد درت لها شويه تاع موز، شويه تاع برتقال، وشويه تاع ليباش، درت لها يعني شويه خوخ حتى هذاك العلب. وهذا هو التزيين النهائي. شوفوا معايا كي جاو، يعني يشهوا صدقوني، خير من اللي تشروهم من برا خادمينهم بيديكم باقل تكلفه. ان شاء الله الطريقه تعجبكم. برك ندخلوهم الان للثلاجه يبردوا حوالي ساعه ولا زوج، وتقدموهم بالصحه والراحه. هنايا من بعد ما ارتاحوا حوالي، انا خليتهم للامانه حوالي 2 سوايع هكذا ولا، يعني حتى مور الحشا وكاع راني نصور معكم. شوفوا معايا كي جاو، درت لهم شويه تاع اللوز ايفيلي من الفوق اختياري، ولكن راكم عارفين يعطيها ذوق ومذاق. شوفوا طراوه قسمتها بسهوله. شوفوا الكريمه ما تسيل ما والو، قالبه روحها عادي. طراوه هذيك لاباط هذيك تحسبوا رمله راكم تاكلوا فيها صابلي. شوفوا معايا هنايا حتى جبت المدرة، يعني باش نبين لكم باللي مقرمشه وطريه في نفس الوقت، يعني تقعد قالبه روحها هكذا. هذا هو الفيديو تاعنا اخوتي واخواتاتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.